ان انت تؤمن ان في ناس بتتدرب وبتعمل مجهود كبير جدا عشان توصل لقدرات خارقه، ده شيء غير عادي. ان انت تشوف الناس دي قدامك هم بيأدوا التدريبات دي بكل براعه وبكل وضوح، ده شيء برضه جميل جدا. لكن الغريب ان بعد ما تشوف التدريبات دي وتشوف قوه الناس دي تقول عليهم انهم سحرة. عشان تعرف قصه الرهبان وقصه التدريب وازاي هم بيوصلوا للتدريب ده، تابعني في الحلقه دي. ولو انت بتتابعني على الفيسبوك اعمل لايك واعمل شير، ولو انت بتتابعني على يوتيوب اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. انا سعيد جدا. طاقتك جواك. طاقتك جواك سعيد جمال. اهلا بيكم. من فترة حطيت فيديو على القناة بتاعتي على اليوتيوب، وكان الفيديو ده بيتكلم عن راجل مسن من رهبان معبد شاولين. الراجل ده كان بيعمل شوية حاجات او استعراضات دي ممكن تكون خارقة بالنسبة للسن بتاعه. في الوقت ده الراجل ده كان سنه حوالي 95 سنة. الفكرة كلها ان في ناس كلها دخلت عشان تبدأ تهاجم وتقول ان ده سحر ودي شعوذة ودي غير كذا 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 كذا. حلو جدا ان انت تقول ان ده سحر او ده شعوذة، لكن الفكرة كلها ان انت لازم تكون عارف انت بتتكلم عن مين او هم عباره عن ايه. عشان كده خليني اقول لك الناس دي مين وبيعملوا ايه. الفيديو اللي اتحط كان بيتكلم عن معبد شاولين. ايه هو معبد شاولين؟ في مقاطعه اسمها خينان. المقاطعه دي موجوده قريب من شمال الصين، فيها جبل اسمه شاولين. في الجبل ده ساكن بعض الرهبان اسمهم رهبان شاولين. الرهبان دول مكرسين حياتهم كلها للتدريب، بيتدربوا على كل انواع فنون القتال اللي ممكن تتخيلها، وبيتدربوا على انه جسمهم يكون فيه قوه غير عاديه. ده لانهم رهبان. يعني ايه لك ان تتخيل يعني ايه راهب؟ راهب يعني حضرتك بيحرم نفسه من كل متع الحياه وبيعيش منعزل عن بقيه الناس. وده لان عندهم معتقدات في الديانه البوذيه الخاصه بيهم او المعتقد البوذي، ان هم ده كده هم بيرضوا الاله وكده بيعملوا حياه كويسه جدا بصرف النظر عن الجزء الديني. ولكن خلينا نتكلم في الجزء الرياضي. هم قرروا ان هم يطوروا نفسهم ويتدربوا ويبنوا جسمهم بشكل معين، فعشان كده بيتدربوا بشكل حاذق جدا في التدريب. مش بس في معبد شاولين، ولكن في معبد تاني اسمه وودونغ، وده اول معبد في الصين ظهر منه اسلوب مشهور جدا في الكونغ اسمه تاي تشي او التاي تسي. خلينا نقول ان الموضوع مش سهل، ان الناس اللي بتروح المعبد دول لهم صفات معينه. الشخص بيروح من صغره وهو طفل صغير وبيبدا يتدرب من اول ما يكون طفل صغير 8 سنين لغايه ما يكبر، وهو بيتدرب على العادات والتقاليد الخاصه بالرهبان، منها رياضه الكونغ فو. بيتدرب على اللياقه، على القوه، على التحمل، على حاجات كتير جدا، من ضمنها برضو التركيز. الهدف منه ان زياده قوه التدريب وقياس فعاليه الناس. ومن هنا جاء فكره ازاي تدرب نفسك، ومن هنا الكونغ فو بدا ينتشر حوالين العالم، وفي ناس كتير تتمنى انك تتدرب على ايد الرهبان. طيب هل انا ممكن اكون راهب؟ الفكره او انا ممكن اكون اخش المعبد ده مع الرهبان؟ بصرف النظر انا ما بتكلمش على الدين، ولكن بتكلم على فكره هل ممكن انت تكون واحد من ضمن الرهبان في التدريب؟ الحكايه مش سهله زي ما قلت لكم. لازم تكون اولا حاصل على معبد او بيسموه معهد ديانه بوذيه، او ان انت من صغرك اتربيت في المعبد. لكن المعبد بدأ يعمل حاجات تانية كتير، زي ان هو فتح ابوابه للسياحة، بمعنى ان هم الرهبان بيطلعوا في ساحة المعبد ويبدأوا يعملوا استعراضات عن الكونغ فو. استعراضات قتالية، استعراضات عن القوة البدنية، استعراضات عن الاتزان، استعراضات عن المهارات اللي هم وصلوا ليها بمنتهى التعب والجهد عشان يكونوا زي كده. وده لانهم بياخدوا مبالغ معينة من الناس اللي بيروحوا يتفرجوا عليهم عشان تعينهم على الحياة بتاعتهم ومشاغل الحياة. خلينا نرجع للفيديو تاني وهنقول هنحط المقاطع وهنبدأ نعلق على الأجزاء الخاصة بالفيديو. في أكتر من مقطع هنتكلم عنه، وهنتكلم إزاي الناس دول بيعملوا كده وإزاي هم وصلوا لكده. تعالوا نشوف المقطع الأول، واللي هنشوف فيه راهب من رهبان شاولين بيتضرب بعبارة عن جذع شجرة طويل جدا، ومجموعة رهبان بيمسكوه وبيحاولوا إن هم يضربوه في بطنه، في منطقة البطن، ولكن هو ما بيتأثرش. ليه؟ وده بيحصل ليه؟ هنعرف بعد الفيديو. 和想象中，釋行前大師運用咗少林氣功嘅精髓，經由丹田內，依舊丹田發，迸發出千斤之力。呢個就係氣功喺武術中嘅真諦所在。
اللي بيحصل انه ده راهب اتدرب من صغره من هو طفل صغير على المهاره دي. بدا يتدرب، يعني انت لو قلنا ان انت حضرتك لو جيت مسكت ايدك كده وبعدين تضرب على بطنك شويه، تضرب على بطنك كده شويه في كل يوم كل يوم كل يوم، هتلاقي ان بطنك عضلاتها جمدت وبدات تتحمل. فتخيل ان هو الراهب في الفيديو اللي انتوا شفتوه ده بيبدا يعمل كده على طول من صغره، بيتدرب ان هو مفيش حاجه تاثر فيه ولا توجعه. ليه؟ طب ايه التدريب اللي بيعمله؟ هو اللي انت حضرتك شفته ده بيعمله من صغره، ولكن بمراحل معينه لغايه ما يوصل للمرحله اللي انت شايفها دي. يعني الموضوع ملوش علاقه بالسحر، الموضوع له علاقه بالتدريب. خليني اضرب لك مثل. لو انت شخص عادي جدا عمرك ما مارست اي رياضه قتاليه، ورحت في الشارع وحصل خناقه كبيره جدا في الشارع وحد لكمك لكمه في وشك في اي مكان في الوش، فانت هتلاقي بسرعه وشك ورم، وهتلاقي ممكن يحصل لك كسور، ممكن يحصل لك اي حاجه غير عاديه. غير كده ان انت مش هتحمل الضربه وممكن تتوجع بشكل غير عادي. عكس لو واحد بيلعب ملاكمه مثلا، متعود ان هو في اثناء التدريب ممكن تجيله لكمه كده، او بيلعب كونغ فو تجيله ضربه كده، فتعود على فكره الضرب، جسمه خد مناعه ضد الضرب، فتعود ان اي لكمه ما بتاثرش فيه بالساهل. ده بالظبط اللي بيحصل معاك حضرتك. في فرق ما بين الشخص العادي والشخص اللي بيتدرب، ده الطبيعي اللي احنا عرفناه في حياتنا كلها في كل حاجه. زي بالظبط في فرق ما بين الشخص اللي بيعرف يقرا ويكتب والشخص اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب. الشخص اللي ممكن بيتكلم لغه بشكل كويس جدا، وفي شخص تاني بيتكلمها نص نص. الفرق هو التدريب. ومن هنا جت قوه الراهب اللي انتم شايفينه. طيب خلينا نعمل حاجه تانية، نشوف لنفس الراهب ده فيديو تاني وبيعمل حاجه مختلفه. خلينا نشوف. 咦，佢要同隻牛較量喎。發力，溫經，就算你係牛魔王啊，我都要打低你。倒在地。في الفيديو ده ضرب مثل غير عادي على فكرة السيطرة، ازاي يقدر يسيطر بمنتهى البساطة على اعزكم الله على الطور اللي انتوا شفتوه من شوية. هو مسك الطور وحاول يسيطر عليه عشان يوقعه في الارض. خليني اقول لكم مثال. من قريب جدا كان العيد الكبير، وكان الناس كتير بيجيبوا الجزارين وبيجيبوا عجول عشان يذبحوها، لكن لما تيجي مثلا تشوف الجزار وهو بيذبح جايب معاه 2 3 عشان يكتفوا العجل كويس ويروحوا قلبينه على الارض، وبعد كده يبدا عملية الذبح. تخيل ان ده واحد لوحده اتعلم يوقعه. هل الهدف ان انا اوقع تيران او اوقع نوع من انواع الحيوانات؟ لا، هو الهدف ازاي هو عرف يفكر يوصل لدرجه ان هو يسيطر على الخصم. اعتبر ان الطور ده خصم وبدا يسيطر عليه، ومن هنا نجح جدا ان هو يسيطر على الخصم بتاعه ويوقعه على الارض. ودي كانت القوه، فكره السيطره. وعشان كده مميزين جدا رهبان شاولين في حاجه بيسموها تشينا. فن التشينا ده هو فن السيطره على مفاصل، ازاي يبدا يمسك مفصل معين ويضغط عليه، فممكن من خلال المفصل ده يسيطر عليك تماما، ما يخليكش عارف تتحرك. وده اللي تميز بيه فن التشينا ده. ومن هنا طلعت فنون كتير، منها الايكيدو مثلا المشهور دلوقتي في دول كتير في العالم، واللي هو من ابتكار الاوسنسي زي ما بيسموه اليابانيين موروهاي يوشيبا، مصمم او مبتكر الايكيدو. ومن هنا ومن الفيديو اللي انتم شفتوه بنتعلم ازاي فكره السيطره، فكره ان انت ممكن تسيطر بمنتهى البساطه على اي حاجه. الموضوع ملوش علاقه بالسحر ولا له علاقه بالشعوذه. طب خليني اقول لكم على حاجه تانية. تعالوا نشوف فيديو تاني لنفس الراهب بشكل مختلف. 呢一種又係乜嘢功是什麼夫？招數呢？係唔是不係是飲酒得喝醉功啊？酒不醉功呢？哦，甩底喎！瓶子打碎了。哦，又一下，可以咁樣打爛個樽底嘅？酒是喝不成喽。識行程大師練嘅係少林金沙掌，又叫做鐵叉手。 又叫鐵叉。 الفيديو اللي انتوا شفتوه من شويه للراهب ده كان بيحاول ان هو يعمل حاجه جميله جدا. ايه هي؟ هو الفكره كلها ان هو بيمسك ازازه مليئه ميه وبيحاول يضغط عليها فبيكسرها من ورا. الفكره بسيطه جدا وفكره فيزيائيه بسيطه جدا. الفكره ان الازازه فيها ميه، فمع كتمه الهواء بيحصل ضغط هواء غير عادي جوه الازازه، فبالتالي الازازه مكونه من جزئين. الجزء اللي فوق اللي انتوا حضراتكم عارفين، وفي الكعب بتاع الازازه بيبقى منفصل، لما بيجي يخش المصنع بيركبوه من فوق، فبالتالي لما بيضغط الازازه جامد فالضغط ده بيكسر.
لو الكعب ما طلعش بيحاول ياخد الجسم بتاع الازازه وينكسر نتيجه ضغط الهواء الغير عادي. هل الموضوع صعب؟ لا، الموضوع سهل بس بالتدريب زي ما قلت لكم. لو انت اتعلمت ان انت تعمل الحركه دي بالتدريب بمنتهى البساطه، وان انت تخابط الازازه بشكل معين بمنتهى البساطه، تقدر تعملها بمنتهى البساطه. انا واحد من الناس اتعلمتها وشفتها وبدات اتعاملها، تعبت كتير قوي لغايه ما عملتها. الموضوع ما كانش سهل، ومش هقول لكم ان الموضوع سهل، ولكن تعبت كتير بس عملتها، وكان الموضوع بالنسبه لي مفرح جدا. الفكره هنا مش فكره سيطره زي المره اللي فاتت او قوه زي المره اللي فاتت، ولكن هنا فكره نقل طاقه. ازاي تقدر تتحكم في طاقتك وتنقلها من مكان لمكان، وازاي تقدر ان انت تكون عندك سرعه معينه وعندك قوه معينه. الفكر الطاقي او فكر نقل الطاقه او زي ما بيسموه الصينيين شي كونج او الطاقه الداخليه، ازاي تنقلها من مكان لمكان وازاي تتحكم فيها. الموضوع ممتع جدا في تدريبه، وخصوصا هو ملوش علاقه بدين معين زي ما الناس يقول لك يقول لك لا ده فكر هندوسي او فكر بوذي. حضرتك الموضوع كله رياضه. فكره الطاقه بتاع الجسم، حضرتك جسمك كله طاقه، دي حاجه ربانيه ربنا حطها فيك، بس الفكره كلها ازاي تقدر تستخدمها صح. وعشان كده الرهبان الصينيين قدروا يستثمروا ده بعيدا عن الدين زي ما قلنا، ولكن هم قدروا يعملوا فلسفه خاصه بيهم، وهي فلسفه القتاليه. ازاي تقدر من خلال التدريبات توصل للمهاره اللي انت عايزها. نفس الراهب فيديو قوي جدا بيعمل حاجة مذهلة جدا. تعال نشوف الحاجة اللي بيعملها بعد كده نكمل كلام عليها.混元一氣排打功係少林派嘅內氣功，講求嘅係力以柔而剛，氣以運而實，力從氣出，氣引力後，練到上乘境界，氣同力就能夠達到混元一體啦，肌肉身體就能夠承受到驚人力量嘅打擊。哇！少林真功夫真係令人嘆為觀止啊！اللي انت بتشوفه هو ان الراهب عام بيحط ايده في اوضاع معينه وجسمه في اوضاع معينه، وهم بيكسروا عليه الخشب، على راسه، على جسمه، على ايديه، على رجليه. ولكن زي ما قلنا الموضوع عباره عن تدريب للطاقه. هو هنا بينقل الطاقه بتاعته. الموضوع سهل جدا وبسيط جدا، بنسميه تشي كونج. تشي كونج معناه نقل الطاقه، تكنيك نقل الطاقه او تحرير الطاقه الداخليه. الموضوع كله بيحتاج سنين كتير من التدريب عشان تقدر تكرس وقت، لان التدريب محتاج ان انت تكون ملتزم بجدول زمني معين. الموضوع بمنتهى البساطه ان هو بيحط لنفسه تدريبات معينه في اوقات معينه عشان يوصل للمهاره دي. لو عايز تعرف ان الحكايه بسيطه او الحكايه صعبه او الحكايه تدريب او الحكايه انها لها علاقه بالجن، بص للخشبه اللي اتضربت على دماغه وعيدها كتير. هتلاقي ان هو الراهب حاول يضربه على دماغه. المره الاولى فشلت، والتانية فشلت، وفي التالتة اتكسرت. ايه اللي حصل؟ بمنتهى البساطة هو ضربه ضربتين او ضربة. الفكرة كلها لو هو بيستعرض او الخشبة مكسورة او الكلام ده كله كلام فارغ، كان الموضوع بمنتهى ضرب هتتكسر. ولكن لا، هو ضربه على ايديه كسر الخشبة، على رجله كسر الخشبة، على ظهره كسر الخشبة، ضربه على بطنه كسر الخشبة، وبعد كده ضربه على دماغه. ما اتكسرتش اول مرة، ولكن بعد كده اتكسرت. وده اللي خلى القوه بتاعته، لان هو ما كانش مركز في المره بتاع الدماغ دي، والراهب مداله ضربه بمنتهى يعني ضعف شويه، كان فيها ضعف شويه. فعشان كده كان الفيديو او كان الحته دي في الفيديو كانت مؤثره جدا وكانت مهمه جدا انها تتحط. وكان يعني حتى لو التصوير جه تلقائي، ولكن كان ممتاز جدا ان الفيديو ده اتحط بالشكل ده. خليني اقول لك على حاجه، ما تحاولش تجرب التكنيك ده الا لما تكون متدرب كويس جدا، ولازم تتدرب على ايد حد فاهم كل حاجه بتتعمل ازاي. الموضوع مش سهل، الموضوع محتاج تدريب ومحتاج فن ومحتاج ازاي تفهم تتدرب عليها كويس جدا. من الحاجات كمان اللي كانت موجوده في الفيديو اللي انا عرضته قبل كده، كان راجل مسن تقريبا، كان سنه في الوقت اللي اتاخد عليه الفيديو كان 95 سنه. يعني ممكن الوقت يكون مات او ممكن يكون معمر، الله اعلم. ولكن الفيديو كان لحاجتين الراجل ده عملهم. الفيديو الاولاني كان صدمه لبعض الناس، ان الراجل ده قاعد بيعمل شويه حركات بايده. الناس كلها قال لك ده بيعمل سحر،
وبيعمل شعوذه. لا، هو بمنتهى البساطه هو كان قاعد بيعمل نوع من انواع التاملات بيسموها التاملات الحركيه او بيسموها تشي كونج او التامل الحركي. هو بيحرك ايده بشكل معين عشان يخلي يفتح مسارات الطاقه اللي منتشره في الجسم والاعصاب، وبعدها على طول عمل حاجه محدش يتوقعها. تعال نشوف. 化气， 炼氣化神嘅爐火純青境界。 純青的境界。 睇下將近90嘅老人， 老人 點解唔怕咁兇猛嘅三節棍嘅抽打？ 呢？ 因為海燈法師嘅易筋經排打功 已經練到意氣力相結合，更加能夠凝氣斂神，隨心借力嚟到保護自己。海燈 驚天絕技再現人間。 再現人間。 當今世上能夠練成少林一指禪功嘅，就只有海燈法師一個。呢個係中國燦爛文化遺產嘅驕傲。 وزي ما انتوا شفتوا كده في الفيديو، راجل مسن عنده حوالي 95 سنة، ده في الفيديو ايام ما تسجل الفيديو ده، بيعمل اللي انتوا شايفينه ده، بيقف على صباع واحد في ثبات غير عادي. الراجل ده اكيد كل اللي عنده ده مش وليد اللحظة، بالعكس ده تدريبات واتقان وتعب كتير جدا لغايه ما وصل للحاله اللي هو فيها دي. يعني ما قامش من النوم كده قال يلا يا جماعه انا هقف على صباعي فوقف، لا بالعكس اتدرب كتير وتعب كتير. لو قلنا ان هو 95 سنه والراجل ده موجود في المعبد وهو عنده 8 سنوات او حتى لو اكبر من كده، برضه تعب واتدرب كتير جدا عشان يوصل للحاله دي. الموضوع كله بمنتهى البساطه حاجه بنسميها توجيه الطاقه، وليها طرق وليها تدريبات، ولو حضرتك عايز تتدرب عليها ممكن تشوف مدرب متخصص وتتدرب عليها من البدايه. طب خلينا نعمل حاجه تانية خالص. ايه هي؟ ايه رايكم نشوف واحد من الطلبه بتوع المدرب ده، واحد من الطلبه بتوعه بيحاول ان هو يتدرب يوصل لتقنيه الوقوف على الصباع بثبات غير عادي وبشكل مختلف. تعال نشوف الفيديو وبعد كده نقول هو بيعمل ايه.佢究竟能唔能夠成功呢？ 都懸了起來，他能成功嗎？ 成功咗！ 了！ 童子功，羅漢觀景。 اللي انتوا شفتوه واحد من الطلبه بتوعه، شاب صغير لسه. لو قلنا ان هو دخل برضه 8 سنوات او اكبر من كده، هو الشاب ده بيحاول يتدرب على تقنيات معينه كتير في معبد شاولين، خصوصا في اساليب الكونغ كتير جدا. بيحاول يوصل لدرجه الوقوف على صباع، لكن هو بما انه لسه بيحاول يتمرن فما بيعرفش يقف على صباع واحد، بالعكس ويقف على صباعين. بس هنا هتعرف الفرق. هتقول لي ايه الفرق؟ اقول لك لو ركزت في الفيديو شويه هتلاقي في الفيديو ان هو واقف على صباعين، وهتلاقي في رعشه في الصباعين في اليد. ليه كده؟ بمنتهى البساطه لانه لسه ما وصلش للمرحله بتاعه الراجل المعمر او الراجل المسن اللي انتوا شفتوه من شويه. هو لسه ده راجل قديم جدا بيتمرن طول حياته على التكنيك ده، وبالنسبه له التكنيك ده رائع جدا.
اما الولد فبيحاول لسه ولكن وقف على صباعين، وبعد كده في بادرة امل بعد كده ان هو ممكن يقف على صباع ويعمل ثبات كامل. هي دي بمنتهى البساطة القوة، هي دي بمنتهى البساطة الطريقة اللي ممكن الشخص بيها يتدرب ويحقق ذاته. الموضوع بمنتهى البساطة تدريبات وعلم وطريقة اتقان. اللي عايز اقول لك عليه هو ان حضرتك ممكن تعمل كده، ممكن تعرف تتدرب بالطريقة دي، ممكن توصل لمرحلة من المراحل دي. الموضوع مش صعب ولكن تحتاج مدرب معين، مدرب عنده خلفية كويسة، مدرب يعرف يدربك، يعرف يوصلك للمرحلة دي، عنده فهم وفلسفة وعنده إحاطة بمجموعة كبيرة من فنون الكونغ فو. الخلاصة إن طاقتك جواك، طاقتك تنبع من جواك بإصرارك على التدريب، بالإرادة اللي ربنا سبحانه وتعالى خصك بيها. عايز تكون كويس ولا عايز تكون وحش؟ عايز تنجح ولا عايز تفشل؟ عايز تعمل إيه بالظبط في حياتك؟ الناس دي قرروا إن هم يتعبوا ويتدربوا ويعملوا جهد كبير عشان يوصلوا للي انتوا شفتوه من شوية. نفس الطريقة ممكن حضرتك تعمل كده. دور بس على مدرب كويس، اخلص النية، خليك عندك إرادة، وأكيد هتلاقي اللي يساعدك. أنا شخصيا ممكن أساعدك باللي أقدر عليه من خلال ابعت لي بس على البيج، وأنا ممكن أعمل لك مصادر من خلال الكتب أو فيديوهات اللي ممكن تساعدك توصلك لمرحلة بدائية من الموضوع، ولكن ده لا يغني عن وجود مدرب. تابعني وإن شاء الله هتلاقي فيديوهات أكتر وهتلاقي أفكار أكتر بنساعدك فيها لتطوير نفسك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.